شايفين الجمال، شايفين اللذاذة. مفيش مشكلة ابدا يكون عندنا طبق بايت ونعمل جنبه الطبق الجميل ده. الطبق ده بيشتهوه الكبار والصغار. طبق الفتة البلدي اللي باللحمة المحمرة على وشه. ما تيجي نشوف عملناه ازاي بتركاتنا. تعالوا نشوف. اولا، سليق اللحمة ما فيهاش اي مشكلة، ولا ان اعمل الرز الابيض ما فيهوش مشكلة. التركات كلها ازاي اصنع الصوص بتاعي الاحمر وصوص الخل بالثوم. الصوص الاحمر ده بقى في منتهى السهولة. هاتوا حلة زي ما انتوا شايفين كده، حطوا فيها معلقتين زيت وحتة سمنة بلدي كده، وهاتوا كده معلقة توم، معلقة محترمة توم مهروس، ونزلوه في الجمال ده اهو. بص انا اصلا جبت التوم وفرزنته. بص بقى هقلب لحد ما التوم بتاعي يحمر ويوصل للدرجة اللي انا عايزاها. ويلا يا حلوة، اول ما التوم بتاعي يحمر ويوصل للدرجة دي اهي، بصوا كده معايا. اول ما هيوصل للدرجة المحترمة اللي هي جاية لكم دي اهو، هقوم على طول حط عليه بايه، اهو هحط عليه شوية الخل واطش الطشة اللي البيت كله الريحة يقول لي ايه الريحة الجنان دي. بصوا بقى الجمال والتركات في الصلصات بتاعة الفتة. يلا يا حلوة، بصي حمرنا التومة، يلا رش عليها شوية خل كده محترمين عشان ريحة البيت تجلجل كده بطشة الخل بالثوم. يلا هاتي كده، حط شوية كده محترمين، وتكوني عاملة زي نص كيلو طماطم كده ضرباه في الخلاط او بصوا حطوا لها معلقة السكر، وما تنسوش قرن فلفل السبايسي او الرومي حسب ما انت ودنيتك عندك. الناس بيحبوا السبايسي حطي سبايسي، بيحبوه اللي مش سبايسي خلاص حطي قرن فلفل رومي. شوفي بقى، تعالي يلا لحد كده عادي كلنا بنعمل كده. يلا تعالي شوفي التركات اللي احنا بنعملها على صلصة الفتة عشان تديكي طعم وريحة. تبلي بقى الفتة بتاعتك، انزلي عليها بشوية ملح. ايوه كده، يلا برافو عليكي، حطيت الملح. يلا يا ست البنات حطي شوية فلفل. جميل قوي. يلا هننزل بقى عليها بشوية البابريكا وقطعة ماجي وشوية الكزبرة اللي بينقلوها لحتة تانية خالص. اوعي تنسي شوية الكزبرة. وادي البابريكا اهو. وما تنسيش شوية الشطة اللي بيخلوا اللي عندك الصلصة والصوص الأحمر بتاع الفتة في حتة تانية خالص. لو ما بتحبوش السبايسي يا ستي ما تحطيش، براحتك خالص، بس أنا بالنسبة لي دي بتنقلها في حتة تانية. وأحط قطعة الماجي وهسيبها بقى، مش هوريكوا التريكات اللي أنا هعملها غير لما الكلام القمر ده يتسبك. يلا نعمل الصوص الأبيض بتاع الفتة. انا بعشق الفتة زي ماما كده وبابا الله يرحمهم، بالخل والثوم، دي بتديها ريحة ونفس غير طبيعي. بعمل الصوص الاحمر عشان ارضي كل افراد الاسرة، لكن لازم نكهة الخل والثوم. هنجيب يا ست البنات زي ما انت شايفة كده حلة صغيرة، واحط فيها معلقتين زيت ومعلقة سمنة كده محترمة، وهجيب معلقة توم كبيرة. اول ما هتسيح اهي حته السمنه بتاعتنا، انزلي عليها بمعلقه التوم الكبيره اهو. بصوا بقى التريكات دي محدش هيقولها لكم غير اماني في المطبخ او كي اماني اهو. بصوا بقى شويه توم كده كتار، عشان دي اللي هوزع عليها على على وش الفتة كلها، وبعد كده هبقى انزل بالصوص الاحمر، او هعمل نص الفتة كده ونصها كده، نصها بالصوص الابيض والنص بالصوص الاحمر. متنسيش تبهريها التومية دي شوية شوية فلفل كده صغيرين وشوية شعرة ملح، وقلبي كل الكلام الجميل ده
لحد ما يمتزج كده ببعض. ومش هقول لكم على ريحة السمنة البلدي، حاجة كده يا لما بتبقى السمنة جميلة بتبقى والله لو اتحطت على التراب بيبقى له قيمة وطعم. يلا يا قمرة، قلبي فصين التوم بتوعك لحد ما يحمروا كده، وبعد كده تشيهم بشوية الخل كده الجمال. يلا بس لازم توصل معايا لدرجة انا حباها، الدرجة الذهبي، وما تزيدش عن كده عشان خاطر ما تمررش. انزلي عليهم يلا كده بشوية خل كده محترمين، تشنا بيهم التوم في التقلية ده. شوفوا بقى الدرجة بتاعتي انا بوصل معاها، ها اقلب لحد ما اوصل للدرجة اللي انا حباها الذهبي دي. اهي شايفين الجمال؟ انزلي بقى عليهم بطشة التوم كده وجلجلي ريحة البيت كده ساعة الفطار. ما تقلقيش ولا تخافي، ده الخل اللي بيطير فبيخلي عندك النار تعمل كده. اوعي تقلقي واثبتي، ما تتهزيش قدام ولادك. بس قلبي، حط لها بقى كده كبشة شوربة عشان ما تبقاش لازعة قوي وانت بتاكليها. مش هقول لكم على الريحة، انتوا اكيد حاسين بيها، وريحة البيت التقلية او الطشة بتاعة الفت. ادي هي يا امارات الصوص الاحمر او الطشة الحمراء، وعملت الطشة البيضة اللي هي بالخل والثوم. دول اساسي عندي في عمايل الفت، مفيش حاجة اسمها فت اعملها بالصوص الاحمر بس. انا بصراحة بحترم الفتة. بصوا شايفين التركة؟ انا خدت اهو كبشة من الصوص الابيض اللي انا عاملاه وحطيتها على وش على وش الصوص الاحمر. دي بتخلي طعمها وريحتها تتنقل في حتة تانية. هاتي يلا اكبر وك عندك كده، وقطعي عليه الرغيفين 3 عيش حسب عدد افراد اسرتك. دول رغيفين قطعيهم بايديكي بالمقص كريهات كده زي ما احنا عاملينها، وحطي بقى معلقه سمنه كده محترمه، وبهري لنا بقى العيش الجميل ده. ما انا مش هاكل عيش فته، مش هاكل عيش فتة بط زي ما بيقولوا، لا انا لازم يبقى العيش بتاعي محمص وجميل. حطي كده معلقتين زيت ومعلقتين سمنه، وبهري بقى الكلام القمر ده، شعرية كده، رشة فلفل، رشة ملح. بصوا اهو انا عماله انزل في السمنه مع الزيت. يلا بهري كل الكلام الجميل ده. بصوا رشة فلفل، لازم بتخلي العيش وانت بتاكليه كده ليه طعم وحاجة تانية كده في بقك. ورشة ملح صغيرة، مش هنكتر ملح طبعا، بس لازم يبقى وانت بتاكل العيش متبهر كده وبيقرمش في بقك وجميل. ولازم بحط عليها كمان من التركات بتاعتي، احط عليها فص توم مهروس اهو شايفينه حطيته. ويلا قلبي بقى الكلام القمر ده. في الاثناء دي انا رفعت اللحمه من الشوربه، وقمت حطاها في وك صغير اصغر شويه من الوك التاني، وحطيت حته سمنه، وهرش عليها شعريه ملح وشعريه فلفل، وحمرها حلو من الجنبين. يلا يا قمر بصوا كده العيش اتحمر وبيشكشك عندي، بصوا وتقرمش وجميل. يلا بقى هاتي اوام مرشة من الخل والثوم وحطيها على الكلام الجميل ده. بس احنا مش هنحط دلوقتي شوربة، انا هحط رشة كبشة خل وثوم من الصوص الابيض اللي انا عاملاه، اللي هي طشة الثوم بالخل. وهنزل بقى عليه. بصوا مش هحط دلوقتي شوربة، وخلي بالكم انا لسه مشغلة النار، ما بقفلش النار ولا لحظة لحد ما طبق الفتة يطلع كده بالسلامة على السفرة. وعشان كده انا بختار الوك ده عشان الى حد ما شكله كويس واقدر احطه على السفرة، ينفع اقدم فيه. هعمل اهو طبقة الرز. بمجرد ما احط الرز اهو شايفين غطينا العيش بالرز، وفي الوقت ده اقدر احط كبشتين بس من الشوربة عشان احصل على فتة كده جميلة. كبشتين من الشوربة، واساوي الرز كده على على العيش بتاع المتحمر بالملح والفلفل وفص الثوم. بصوا حسيت انها محتاجة تاني كبشة شوربة هزود. حسيت ان هي اهو في اماكن مكشوفة العين، بس اهو العيش بصوا شايفة بعض العيش. هنزل تاني معلقة رز على العيش ده عشان خاطر يبقى متغطي اهو شايفين. كله طبعا تحت نظرك وانتي بتشوفي الدنيا عاملة شايفين؟ مش هقول لكم بقى على الريحة والطعم.
اهو. قمت مزودة تاني كبشة شوربة على العيش على الرز الجديد اللي نزلته، وهسويها. ويلا يا قمرة بقى هاتي الصوص الاحمر. يلا هنجيب الاول الصوص الابيض اهو، بحطه في الاول، لازم الريحة دي. ادي اهو، شايفين الخل الطشة بتاعتي، الثوم بالملح بالفلفل بالزبدة بشوية الزيت اللي اتحمروا واتطشت فيهم. بس بحط هو اول حاجة عشان خاطر تاخد ريحة الفتة بتاعت زمان، الفتة البلدي اللي كانت امي بتعملها، ربنا يجعله يا رب في ميزان حسناتها. شايفين؟ وبعد كده بقى اقوم حاطه الصوص الاحمر، بس ده بيخلي النكهة بتاعتها بتجمع بين القديم والحديث. يلا يا ستي حطي بقى الصوص الاحمر كده على الوش. بصوا الجمال، بصوا بصوا، والله مش هقول لكم، كانت طعم وريحة، وكان نفسي تبقوا موجودين وتسألوا الولاد. حمرت اللحمة يا قمرة، يلا حطيها كده على الوش، ورش عليها تاني كبشة من من الصوص الأحمر اللي هو بتاع الفتة. بتبقى حاجة تانية، مش هقول لكم حتى الآن أنا لسه مشغلة النار. ايه رأيكم على الجمال؟ عندكم بعض العيش الناشف ممكن ترصوه كده داير ما يدور، يعني الموضوع كله ذوقي ليكي انتي بس يا ست الكل. شايفين؟ وهغطي هغطي الوك بالغطا بتاعه، وهطلعه على على السفرة. اللي عجبه طبق الفتة بتاعنا ما ينساش يعمل لنا لايك وشير وسبسكرايب.